لله مولي الإفس والسفر من كان في حدار أو كان في سفر الحمد لله مولي الإفس والسفر من كان في حدار أو كان في سفر ثم الصلاة بتسليم يخالها على الذي مدوم أحيا سوي الفكار محمد سيد الأتباع والرؤساء المصطفى المجتبى صافي من الكدار ساك الكريم الذي ما زال منتخبا من أفضل الناس مسأنسى وذو الخدار نقب كريم سليل من كريم سليل من كرام خيار سادة العصور قد استفيد من سراف ما أتى أحد منهم بفاحشة تروى عن الآثار بل كلهم من نكاح لا صفاء كما حكى سوء العلم والعرفان في السيار محمد نجل لله من نسبه لسيبة الحمد نجل عاصم الوزار وهو ابن عبد مناف بن قصي وسا كمن كلاب بن مرة أخي الخفار وهو ابن كعب سليلا للؤيم ساك ابن خالب نجد في عمر السمير وهو ابن مالك المعروف منتسبا لنذر نجل كنانة أخي الفجار وذاك نجل خسيمة من مدركات سليل إلياس من يمنى إلى مقدر وذاك نجل نزار بن مادم سليل عدنان سالمحفوظ في الخبار وهو الحبيب الذي من أجله خلقت خلائق الله كالأملاك والبشر وكالسماوات والأرض قاتبة والبر والبحر مثل الريح والشجر وكذا الجن أيضا مع بهائمها وكالجمادات مثل النبت والحجر من من
وهو المعين الذي لولا مهونته لجاء أهل الهدى في البصر والخواري وهو الذي سجدت سرع له وسكى له بعير سكى العقل للدراري وهو الذي جاءه صبي يكلمه ودب كلمه تكليم معتبر وهو الذي انشق تصديقا له قمر والجس أن له تسويد سيعساري وهو الذي مج فوق البير وارتفعت مياهه كارتفاع الموج في الغبار وهو الذي لا أسال الدهر مانعه حسن على سكر ما قد هاس من سير لا قصد عد الذي قد هاس من سرف لأن ذلك أعيا كل مفتكر فكيف أجر امتداء له في محكم السور فكيف يبدأ خلق وخالقه أجر امتداء له في محكم السور وهو سفيع الذي أقي سفاعته عند الممات ويوم الصف والكدار يوم يفر من المولود والده فيه وعين من الأتباع بالعسار يوم يفر خليل من مخالله يوم تراني به النيران بالسار وذلك اليوم لا يغني بنون ولا مال سوى مخلص لله مستجير وذلك اليوم لا يرجو سوى يوم تكون خفايا الأمر ساهرة لكل ذي سفه مع كل ذي نصار يوم به يكشف الرحمن عورة ذي سرك وعورة ذي فسق وذي قدار يوم به يستر الرحمن عورة ذي ثوب وعورة ذي فسق وذي زار يوم يسير جميع الخلق خاتبة لذي الجلال فيجزي الكل في الهدار يوم تقول جميع الرسل والكرماء نفسي سوى المنتقى المختار من مدار عليه من صلوات الله أفضلها والآل والصحب ما دار سوء السفار عليه من صلوات الله أفضلها والآل والصحب ما دار سوء السفار